ازيكم يا بطبيتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين يا رب وفي احسن حال. عارفه لما تكوني كده هلكانه طول اليوم، غسله ومسحه وطبخه ومروقه، او وراكي شغل، او بتجري ورا العيال، المهم انك مظبطه كل شبر في البيت، وتيجي تقعدي كده في اخر اليوم قدام جوزك تلاقيه بيبصلك بقرف، يا اما مش شايفك اصلا حرفيا ولا كانك عملتي اي حاجه. في الوقت ده بتبقي عاوزه تصرخي، وبالفعل في ستات كتير بتنفجر. انت ليه مش حاسس بيا؟ انت ليه ما بتشوفش اي حاجه انا بعملها؟ عارفه المشكله هنا بتكون في ايه؟ بتكون في انك استهلكتي كل طاقتك، يا اما في الشغل يا اما في البيت يا اما مع العيال. عشان كده انا جايه النهارده عشان اعلمك حبه خطوات بسيطه جدا جدا. لما تعملي حبه الخطوات البسيطه دي، جوزك هيلاحظ اهتمامك بنفسك، وهتلاقيه هو بدأ يهتم بيكي من غير ما تتكلمي نص كلمة ولا تطلبي منه أي تقدير. بس الأول وقبل ما نبدأ بسرعة بسرعة كده، كل الناس أو كل متابعيني اللي بيشوفوني دلوقتي وبيحبوا سهى يحطوا لها لايك على الفيديو، عشان حقيقي اللايك بيفرق معايا جدا جدا وبيشجعني ان انا استمر. وطبعا طبعا انزل لك فيديوهات تفيدك وتغير لك حياتك. ويلا بينا نبدأ على طول. حد قالك قبل كده ان حاسة الشم عند الراجل اول حاجة بتوصل لدماغه واكتر حاجة بتطبع في ذاكرته؟ ممكن ينسى انت كنتي لابسة ايه، ممكن ينسى انت كنتي طبخة ايه، ممكن ينسى انت كنتي عاملة في شعرك ايه، ممكن ينسى الميك اب بتاعك كان شكله عامل ازاي. لكن اللي مستحيل ينساه هي ريحة نظافتك او ريحة معينة كده ارتبطت بيكي. المشكلة بقى الكبيرة اللي بتقع فيها ستات وبنات كتير جدا، اللي هي بعد ما تخلص شغلها او بعد ما تخلص شغل البيت تجري على الحمام على طول، تغسل وشها، تغسل ايديها، تغسل رجليها، وتدخل على اوضتها على طول تعمل ميك اب وتظبط شعرها وتمسك البرفان بتاعها او البادي سبلاش او المخمريه او وتش تش 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 وتغرق نفسها. قال ايه؟ هي كده دارت ريحه العرق وبقت ريحتها فله. لا يا قلبي، اللي انت ما تعرفوهوش ان بيكون ريحتك ميكس عرق على برفان، او ميكس طبيخ على برفان. يعني احنا الستات بنشم الاتنين. شوفي جوزك بقى، السر هنا بقى ولا هو في كتر البرفانات والروايح اللي بتحطيها، ولا هو في البراندات الغالية ابدا. السر هنا بيكون في الاساس النظافة نفسها. ليها ريحة الصابونة، ريحة الشاور، ريحة المسك، ريحة البادي لوشن. لما تدخلي انتي تحت المية وتنزلي العرق والاملاح والافرازات من على جسمك، وتلاقي بعد الدش كده بشرتك بقت ناعمة وبقت بتزيق من النظافة، اي ريحة بسيطة هتحطيها على جسمك هتطبع، هتلزق لأطول فترة ممكنة. خدي بالك بقى من حاجة مهمة جدا جدا. شعرك اكتر حاجة بتلقط ريحة القلية، البصل، التوم. تقفي طول اليوم في المطبخ عشان ترضي جوزك، تعملي له المحمر والمشمر واصناف اشكال والوان. انا عارفه وحاسه بيكي والله، وده مش غلط عشان تفرحيه. تيجي بقى تقعدي جنبه اخر الليل يشم شعرك يلاقيه ريحته تقليه. طبعا ما انتي مش هينفع تغسلي شعرك كل يوم من بعد ما تطبخي. طيب الحل ايه يا سهى للموضوع ده؟ اول ما تخلصي طبيخ او مطبخ بتاع اليوم كله ما تستنيش، تدخلي تاخدي دش سريع في 5 دقايق، 5 دقايق بس. رغيتي صابون على جسمك، رغيتي شاور على جسمك، شطفتي جسمك بسرعة بسرعة، بس كده. هنا بقى يجي سر الثبات. اول ما تطلعي من الحمام وانت جسمك مندي بسيط، خليه مندي شوية، عاوزاكي تحطي نقطة مسك بس على اماكن النبض، الاماكن اللي بتحتفظ اصلا بالروايح لايام معانا. لو ما عندكيش مسك يبقى مخمريه، ورا ودنك بقى، على ايدك، على رقبتك. الميه اصلا بتمسك في الروايح وبتخليها ثابته معانا لاطول فتره ممكنه. الحركه دي هتخليكي رايحه جايه في البيت زي الفواحه. اصلا بعد كده انت هتعتادي الريحه دي في جسمك، وجوزك هيعتاد الريحه دي في جسمك كأن هي دي ريحه جسمك الطبيعيه. تعالي بقى لشعرك.
الحل الوحيد اللي ينفع ليه انك وقت الطبيخ او وقت المطبخ طرحه او بندانه تغطي شعرك كامل، وبعد ما تخلصي تشيليها وترميها في الغسيل فورا وسيبي شعرك يتهوى. في الوقت ده بقى عندك مثلا سيرم، انا بستخدم سيرم بلوب وقلت لكم قبل كده لغايه دلوقتي مستمريه عليه مع السشوار، حلو جدا جدا بالنسبه لي. بحط نقطتين من السيرم ده او اي مخمريه عندك مثلا تكون مخصصه للشعر، حطي على ايدك كده حاجه بسيطه بس ومشي على شعرك، بصي الفرق هيكون شاسع بامانه. شوفي موضوع بسيط خالص ومش محتاج اي تكاليف، لكن بيعمل فرق شاسع. طيب فكرك بقى الريحه لوحدها هنا كفايه؟ لا، في عين بتشوف وفي قلب بيتأثر بالمظهر. على فكرة ستات كتير جدا فاهمة الموضوع ده غلط خالص. بصي هقولك على مثال مع واحدة صاحبتي هيلخص لك الحوار كله. صاحبتي دي ما شاء الله عليها بتحب تهتم بمظهرها الخارجي جدا، لدرجة وهي قاعدة في البيت 24 ساعة جوزها موجود أو مش موجود، هي قاعدة باللانجري، هي قاعدة بعبايات الاستقبال، شعرها ده أصفر 24 على طول السنة، مفيش فاصل، بيتجدد على طول. الكونتور والبودرة والروج والعدسات ورسمة العين الخليجي ده كده على طول، لدرجة الضوافر ملزوقة على طول، يا إما المانيكير، والحسنات بقى في وشها، واوعى شغل عالي بقى. جت تقولي يا سهى أنا جوزي بيبصلي بقرف وبيقولي هو أنت عاملة كده ليه؟ هو إيه اللي أنت عاملاه في نفسك ده؟ لا ده وصل بعد كده لمرحلة هو أنت عاملة كده لمين؟ قلت لها حذرتك قبل كده وقلتلك، بس أنت اللي ما خدتيش كلامي باهتمام. بصي أنا عايزة أقولك على حاجة، الراجل ما بيفهمش في درجات الروج، الراجل ما بيفهمش رسمة الايلاينر، ولا بيفهم الكونتور ولا التلطيع بالبودرة المائية. الراجل بيشوف الشكل العام، إلا بيشوف فيه ملحوظات بسيطة بيركز فيها، بس دي زي ان مثلا في راجل ممكن واحد يعلق على مراته، لا انت مش عاملة مثلا فوق شفايفك هنا ليه، انت سايبة شعر هنا ليه، انت مش عارف ايه. دي الحاجات اللي ممكن يعلق فيها. انما بالنسبة للمظهر الخارجي بيشوف الشكل العام، شكلك في الاخر، بيشوف الوش المنور النظيف المرتاح اللي من غير حبوب، اللي من غير هالات، وش من غير تصبغات ولا يكون فيه رؤوس سودة ولا مسام واسعة. بيشوف الايد الناعمة المترطبة، الرجل النظيفة اللي مش مشققة، وتيجي في الاخر الالوان الهادية المريحة للعين. يعني بدل ما تصرفي فلوسك كل اسبوعين على ميك اب شكل وعلى لانجري مختلف، وتروحي تشتري نيلز وتروحي تعملي حاجات بهرجة، ما تحطي الفلوس دي في منتجات او زيوت او حاجات طبيعية عالجي بيها نفسك. ما تزعليش مني بقى، ما هي فرحتي وانت حاطه ضوافر وعقل ايدك مسودة ولا ايدك مخشنة، بتلفتي الانتباه ليه وبتقولي له شوف السواد وشوف القشف؟ لا استني كمان، في بقى ستات تانية قاعدة في البيت اقعد براحتي محدش غريب، تلاقيها قاعدة بقى واخدة راحتها، الكرش ممدود، سايبة نفسها وسايبة جسمها، لابسة حاجات مهربدة مقطعة قديمة بهتانة موبرة. انا معاكي انت صح، محدش غريب فعلا، وجوزك مش غريب، بس عين جوزك بتتعود على المنظر ده وعقله الباطن بيترجم على طول دي بقت مهملة في نفسها. المطلوب منك هنا مش انك هتكوني قاعدة في البيت 24 ساعة زي الممثلات، مش بقولك البسي المحزق والملزق وخليكي مرسومة، ولا هتفضلي قاعدة متقدرة ومش واخدة راحتك، لا، عاوزاكي بس اهتمي بلبسك، ان ما يكونش فيه حاجة ملفتة لقطعة لهربدة للبس قديم قوي بتلبسيه بس لمجرد ان هو مريح.
وفي نفس الوقت هتلبسي حاجات تبرز الكياتة بتاعتك، حاجات تبينك أنثى ناعمة. دايما دايما وانت قاعدة في البيت اعتمدي الميك اب النو ميك اب. انا حاطة ميك اب بس عشان وشي ما يبانش بهتان، ما بقاش قاعدة في البيت مفيش دموية في وشي بهتان زي اللي عندها جفاف. لا، ارطب وشي وبعد كده ارطب شفايفي زبدة كاكاو، واي روج عندك وردي بسيط احط منه على شفايفي، احط منه على خدودي، واسحبي بس رموشك حاجة بسيطة بمسكرة على خفيف خالص. المنظر ده بيدي إيحاء ان جمالك طبيعي. جوزك هيبص في وشك هيلاقي وشك منور، بس مش هيبقى محدد ايه اللي مخليه عامل كده، يعني مش هياخد باله ان انت حاطه ميك اب. ولو هو ما جاش وقالها لك ان هو مثلا وشك منور او ملفت بشكل حلو، هيقولها في عقله. عايزه بقى الفت انتباهك لنقطه مهمه جدا جدا. اول حاجه جوزك بياخد باله منها وبينتبه لها جامد جدا جدا بدون قصد، مش بقصد منه، هو ملمسك الخشن. بصي ده لوحده كفيل يقفله منك خالص. اعملي بقى حركة صغنونة كده، هاتي كريم مرطب حطيه على الكومود او في الدرج اللي جنب السرير، لما تيجي تدخلي اوضتك على طول تطلعيه وتحطي على جسمك قبل النوم على طول، على ايدك بقى، على ايدك كامله، كف ايدك على رجلك كامله. تمام يا سهى، كده انا عرفت الخطوات اللي هتخليني نظيفه، عرفت الحاجات اللي هتخليني فله ومنوره، عرفت الحاجات اللي هتخليني مترطبه وناعمه. ماشي، حاجه كمان ممكن تهد كل اللي احنا عملناه ده في ثانيه، نبرة صوتك ولغة جسمك. الست طول اليوم انا عارفة، انا ست زيك وعارفة ايه اللي بيحصل غصب عنها. ساعات بتكون في ضغط ما بين العيال ما بين البيت، ولو كمان في شغل اعصابك هنا بتكون رايحة في داهية. بتيجي اخر الليل بتلاقي نفسك اتحولتي لكتلة سلبية، وده طبعا بيأثر على ملامح وشك جدا. هي بيكون باين عليها القفلة من غير ما تكشري ولا اي حاجة، لا هي سبحان الله هي بتبان. ومهما بقى عملتي في نفسك قبل ما يدخل، خلاص اخدتي الدش وغيرتي هدومك وعملتي الميك اب وحاولتي تسيطري على نفسك، اول ما يجي يدخل هيحس بالتوتر ده وهيحس بالضغط العصبي وفورا يهرب. خلي نبرة صوتك في البيت تكون هادية، حتى لو هو داخل من باب البيت اصلا متعصب ومتنرفز، انتي بهدوءك هتعرفي تمتصي عصبيته وهتلاقي هدوءك انتي انعكس عليه. بصي، الراجل لو لقى كل جوانب الراحة اكتملت في بيته من ست نظيفة، ست مهتمة بنفسها، جو البيت نفسه يكون مريح، خلاص بصي مع الوقت هو هيترجم ان جو البيت هو الفيصل ما بين الوش والشوشرة والتوتر اللي بيحصل بره، وما بين ان بقى ادخل بيتي انا بفصل فيه. وعلى فكرة ده اللي رجالة كتير جدا حرفيا بتكون مفتقداه، عشان كده تلاقي الرجالة دايما هربانة من بيوتها. تعالي بقى لأهم جزء في الموضوع ده كله، بصي اعتبريه سر الأسرار كلها. الست اللي بتخلي جوزها هو محور كونها الوحيد، مستنية منه هو اللي يسليها، هو اللي يفرحها، هو اللي يملى عليها حياتها. للأسف الست دي بتتعب جدا جدا وجوزها بيحس بضغط وفورا هيبدأ يزهق منها ويهرب. خدي بالك، الراجل بيعشق الست اللي ليها عالم خاص، الست اللي مركزة مع نفسها أكتر ومركزة في تطوير نفسها. ما تقوليش إن اللي تبقى شغلتها الشاغلة هو، أبدا. بصي بيحصل حاجة من الاتنين، يا إما بيزهق يا إما بيبدأ يتدلع عليكي. من الآخر بصي، في حياتك عامة لازم تكوني تقيلة، حتى جوزك لازم تكوني تقيلة وركزة شوية معاه. ما تبقيش أبدا كتاب مفتوح قصاده، لما يلاقيكي قاعدة مش منتظرة منه ترفيه ولا منتظرة منه كلام ولا منتظرة منه نقاش،
هيحس بكل ده، هتلاقيه هو اللي هيبدأ يختلق اي لحظة عشان يلفت انتباهك ليه. فانت هنا عملتي ايه؟ اديتيله مساحته، اديتيله مساحته حتى في الاهتمام، اديتيله فرصة انه يقوم بدوره شوية. كل الحاجات دي بتخليكي بالنسبة له حاجة كبيرة، بتخليكي تعلي في نظره، بتخليه دايما متلهف عليكي. مش بقولك ابدا انزلي تفسحي مع صحابك كل يوم، ولا يكون هو موجود تعمدي تجاهليه وامسكي تليفونك وارغي مع مامتك ولا اختك ولا اصحابك بالساعات، لا خالص. خلي قعدتك بس معاه فيها شوية ركزان، فيها شوية رزانة، فيها سن تقل. خليه ياخد باله انك على مدار اليوم في ساعة ليكي انت بتاعتك انت دي لنفسك، بتشربي فيها كده مشروب انت بتحبيه، وانت قاعدة بتقري كتاب، وانت قاعدة بتسمعي فيديو مهم، وانت قاعدة بتسمعي بودكاست، ولا حتى بتشربي مشروبك وانت قاعدة بتتفرجي على فيلم، واقفة قدام مرايتك بتعملي ماسكاتك، حبة كريمات على جسمك، تسرحي شعرك، بتغيري هدومك، اللي هو واقفة مع نفسك لنفسك قدام مرايتك. هيوصل له تلقائي وهيعرف انك ست بتحبي نفسك وبتقدريها، فهيبدأ هو تلقائي يقدرك ويحس انك حاجة كبيرة، ويحترم جدا الوقت اللي انت بتديه لنفسك ده. سر بقى من اختك حبيبتك، واعتبريه ده اخر سر. عارفة ان انا تقلت عليكي في الاسرار النهاردة شوية، بس اوعي تعملي الحاجات دي 2-3 عشان بس مستنية منه كلمة مدح او اعجاب، ولما يتأخر في الكلام تيأسي وتكتئبي. انا مش هعمل حاجة تاني، ما بياخدش باله من حاجة. احنا كستات بنعمل الحاجات دي عشاننا احنا وعشان نفسيتنا في المقام الاول. مش عيب، مش عيب ابدا انك تحبي نفسك ولا تكوني انانية شوية مع نفسك، ده حقك، اقل حق تديه لنفسك، عشان بعد كده لما تيجي تبص في المراية تشوفي ست جميلة، ست نظيفة، ست واثقة من نفسها، والاهم ست مرتاحة، ست بتعرف تفصل ساعة حتى على مدار اليوم، بتفرق معاها في نفسيتها وصحتها تلقائي. ومع الوقت العادات دي هتتحول لأسلوب حياة، يعني مش هتحسي انك بتبذلي مجهود اصلا وعشان تعملي الحاجة دي، او انت بتعملي الحاجة دي، لا خلاص هي بقت جزء من شخصيتك. وهو صدقيني تلقائي هيلاحظ ده جدا في طريقتك، في ريحتك، في شكلك، في اسلوبك، في هدوءك، في روقانك. ومع الوقت التقدير هيجي لوحده من غير ما تطلبي، ومع استمرارك انت بس في الحاجات دي. بس كده، وهي دي كانت أسرار النهاردة. يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب يكون فاتكم. لو عجبك أو فادك اوعي تنسي صح حبيبتك في دعوة حلوة وفي اللايك والشير لحد عزيز عليكي جدا جدا، عشان بس تخليها ترتاح وتغير من نفسها. شوفك إن شاء الله في فيديو جديد، وإنتي أحلى ست وبنت في الدنيا كلها. ويلا سلام.